صوت المطر على باب البيت، صورتك في بالي أنا حنيت. آسف يا قلبي أنا اللي حبيت، آسف يا روح اللي يا ما ذيت، آسف على كل اللي كان، آسف يا قلبي أعطيت هالأمان. صغيرة أنا وبك فيك ساها الزمان. كيف لو ما كان هالمكان هاد يحوينا، كيف لو زمان لا ما مسكنا بيدينا، ولا حتى تلاقينا وحكينا وحبينا، ولا حتى تمنينا لو يوم ما التقينا. بس يا ريت لو قدرت نسيت، او يا قلبي قسيت على حالك ومشيت. انا تمنيت لو يوم ما حبيت، صبرت هالجروح ولا لا ما تخليت. شايف طيفة ساكن فيه ومعي، راح ارمي حنيني ويا عين دماي. خليني محالي لا ما ترجعي، للي حبها قلبي اليوم هي مش معي. حكيت لك خليني نروح احنا بعيد، وننسى كل شي ونبدأ من جديد. ناديتك مشتاق وناجيت ترجعيلي، ليش الفراق مش حبيتك احكيلي. لو يرجع زماني وما اشوف انا عيونك، انسى الاماني وكل لحظة من دونك. كل الاذاني كان كذبك وعودك، يا ريت راح تروحي قبل ما اشوفك. كيف لو ما كان هالمكان هاد يحوينا، كيف لو زمان لا ما مسكنا بيدينا، ولا حتى تلاقينا وحكينا وحبينا، ولا حتى تمنينا لو. يا مية، عجبك البيت؟ تحفة بجد يا حسام، شكرا قوي. انت بتعمل كل ده عشان يهجعلي الذكاء، وانا مش عايزة يهجعلي الذكاء اساسا. هو ده ليه ان شاء الله؟ علشان وانا هجعلي الذكاء متخلفة جدا، بحب البني ادم اللي واقف هناك ده، مع ان الحقيقة اني المفروض احبك انت اللي تستاهل مش هو. بس مهما كان ما ينفعش يا مية، ده جوزك. حسام انا بخاف منه بجد، انا اساسا بحاول اضحك بالعافية. انا طول ما انا شايفاه ببقى خايفة وقلقانة، مش مطمنة، وانا عارفة ان هو في نفس المكان اللي انا فيه. هو احسن حاجة عملتها ان انت خليت اوضته في دور والاوضة بتاعتي في دور تاني. جاسم انت مجنون، ازاي تسيب اختك لوحدها يعني؟ يا ماما والله اديكي شفتي، فضلت اتحايل عليها قد كده، حتى توقع كانت معايا، وجاسمين ذات نفسها جت تتحايل عليها معايا، وادي النتيجه ان هي مش راضيه، مصممه تفضل قاعده مع فهد. اعمل ايه يعني؟ اجيبها غصب؟ على الاقل تقعد تخلي بالك منها. انا اتصدمت اساسا لما لقيتك هنا. انا كل ده كنت فاكراك ان انت هناك. لا والله يعني ما كنتش شايفاني مثلا؟ لا ما كنت شايفاك واحنا راكبين العربيه. خلاص اهدوا يا جماعه، باذن الله هنبقى نروح لسجن نطمن عليها بكره، او اقول لكم انا هبقى اتصل بيها واقنعها. صح، ما احنا ممكن نتصل بيها كل شويه برضه ونكلمها ونطمن عليها. تقع خلاص، انت صغيره ومش فاهمه حاجه. يوه، كل شويه صغيره ومش فاهمه حاجه، وهي 11 سنه الله. بس شكل المكان عاجبك يا ليليان. هو انت مالك بقى، عاجبني ولا لا؟ والله قلت بعد الضحكه دي هتكبر بخاطري، بس ما تعرفيش حاجه اسمها جبر خاطر. ابقى اعرف ربنا وانا ابقى اعرف جبر الخاطر. يا دي النيلة، كل شوية ابقى اعرف ربنا. يا بنتي قلتلك علاقتي انا وربنا حاجة بيني وبين ربنا. خلاص يبقى تبطل تقولي الجملة دي طالما هي بينك وبين ربنا. انت كده بتثبت ان هي ما بقتش بينك وبين ربنا بس. بقولك ايه، من الاخر هفضل اهري كتير مش هتفهمني، عشان انت مش بتفهم الناس اللي زي اغبياء متخلفين اعلى منك. ده مفروض قصف جبهة يعني. وانت تفضل تهد بقى عيال في حضانة احنا. يا حبيبي هي دي شخصيتي. المهم هرد عليك عشان جبه الخاطئ. ده معناه ان انا عرفت ربنا بما انك عرفت جبه الخاطئ. بقولك ايه، انا غلطانه اللي جاي اتكلم مع واحد زيك اساسا. هو انا ليه دماغي جابتني ان هي ترمي نفسها في البحر وتنتحر؟ يخرب بيت دي دماغ والله. ايه يا جماعه، مالكوا قاعدين ثلاثي عجيب كده ليه؟ وانتي مالك يا استاذه ليه حزينه ليه على حالك؟ حزينه وببكي على حالي، عندك مشكله؟ مالك يا ليل؟ مالي؟ يعني انتي مش شايفه مالي؟ لا بجد مالك يا ليل، في ايه؟ اظن ان انتي شايفه حسام عمال لازق في 124 ساعه، وشايفه بهدل لؤي. والله فقدان 100، والله فقدان ذكاء 100 ده جه على دماغنا كلنا، جه على دماغك ودماغ اخويا. هو انتي بقى اخت لؤي يا ستي؟ اخت لؤي وانتي اخت حسام مش كده؟
حسام انا مقدرة ان انت بتعمل كل ده عشان تفرحني، وان انت خلتنا كلنا في بيت واحد عشان الذكية ترجعلي، بس انا برضه لسه خايفة. طيب ممكن افهم ايه الحل لخوفك ده؟ وبعدين مش انا جنبك ومعاكي، خايفة ليه بقى؟ والله جه اليوم عايش نفس الاحساس اللي كنت بحسسه لغيه. انا ما كنتش عارفة ان الاحساس صعب كده، بس انا متأكد ان حسام قصدها. احنا كنا اتجوزنا، كانت كل حاجة تمام، بس فجأة كل حاجة باظت. كل حاجة باظت من غير حتى سابق انذار. انا ما كنتش اتوقع كل ده. لو كنت اعرف ان كل ده هيحصل مجرد ما تسافر شهر العسل ما كنتش سافرت اساسا. انا مش عارف اعمل ايه، كأني في دوامة ومش عارف اخرج منها. بلف في نفس الدايرة المقفولة، وبرجع لنفس النقطة كل شوية، وهي نقطة الصفر. مهما فضلت اتقدم برجع لنفس النقطة. حرفيا كأني ماشي في دايرة مقفولة ومفيش مخرج. عمال ألف، وكل ما أفكر إن أنا خلاص تعبت كتير ومشيت كتير ألاقي نفسي في نفس النقطة، ما اتحركتش خطوة واحدة حتى. بس شكلك رجع 20 سنة وها يا فاطمة، طول عمري. المهم، الخطة هتتنفذ امتى؟ بقالنا كتير قوي بنخطط. الله صحيح، ما عرفتش توصل لهنا يا مازن؟ بحاول أوصل لها بس مش عارف. محتاجينها. أنا عارف هوصل لها بإذن الله، بس هو يا هيت يا مازن مفيش وقت. وانت بتتكلم ليه؟ مستعجل قوي على دمار بنتك؟ ما تقلقش، هتتدمر. هتتدمر. قال يعني انتي لما بتحاولش تدمري ولادك قوي؟ والله ما ولادي حواليا هم. وليليان ولؤي دول ايه؟ ليليان ولؤي دول قصة تانية. الله صحيح يا مجدي، هي هنا قدرت توصل لحسام، او بمعنى اصح قدرت توقعه؟ ما قدرتش. واضح ان حسام بيحب ميا جدا، مش قادرين نعمل معاها اي حاجة. هانت. هيقع هو وحبيبة قلبه ميا، وفضلهم لؤي. مش طولت في الغياب يا فهد؟ طولت قوي. طولت قوي والله. ما كنتش متخيلة ان كل ده ممكن يحصل لمجرد ان احنا نسافر شهر العسل. مش انا قلت لك من الاول حصل الطيارة تقع؟ ما انت لو كنت بتسمع كلامي بقى يا فهد. وانا اتجننت. فهد انت سامعني؟ الدكتور قالت ان انت بتسمعني، وعلشان خاطري. انا عارفة ان انت بتحبني كويس، وعلشان خاطري. عشان خاطري يا فهد، علشان خاطر تاجك. مش انت قلت لي قبل كده يا تاجي؟ طب هو انت ينفع تسيب تاجك زعلانة كده؟ اكيد ما ينفعش، صح؟ طب اقول لك حاجة يا فهد بقى. انا بص، انا ما جاوبتش غيرتك، بس انت اكيد غيوه اكيد. اقسم بالله العظيم يا فهد، لو ما فوقتش خلال يومين لا هنزل لك بلبسي ده. يلا بقى ان شاء الله ما حد حوش. طب هو انت هتشوف لبسي منين؟ صح، عامة هو قصير وضيق بقى. يلا. هي بقت كده يا فهد الكلب؟ انت سايبني انزل بلبسي كده عادي؟ مش غيران عليا؟ اه يا ابن اللذينه. وانا بتكلم كده ليه؟ انت بتتنفس بالعافيه بجهاز التنفس المتخلف ده. بيت جناني. تصبح على خير يا فهد. يا لو انت اللي تصحيني. خبيت تخلفي. ايه ده؟ هو انا فين؟ هو ايه اللي حصل؟ انا مش قادر امشي. تاج، يا تاج. تاج قومي، ما يبقاش نومك تقيل. تاج. بس بقى يا ماما عايزة انام. يا تاج انا فهد قومي. فهد. فهد انت كويس؟ الحمد لله على السلامة. عامل ايه؟ انت كويس؟ في حاجة بتوجعك؟ انا كويس يا تاج، بس مش قادر امشي. هو ايه اللي حصل؟ الطيارة وقعت يا فهد. شفت؟ انا قلت لك انا كنت حاسة ان الطيارة هتقع. ثواني كده بس. في ايه؟ انت بتحاول كده ليه؟ اعوذ بالله. ايه اللي انتي لابسه ده؟ طب ممكن تهدى كده؟ طب تعالى اقعد، تعالى اقعد هنا بس. انت تعبان؟ هو انتي بقى اللي هتسانديني؟ ايوه. يا تاج انتي اوزع، حرام عليكي. واحد لي اي حد بس مش بلبسك ده.
وماله بقى لبسي يا فهد؟ تاج والله ما وقت، انا تعبانه ومش قادر. حاضر حاضر، هندهلك الدكتور. مش بلبسك ده قلت. حاضر. ها كده حلو بقى يا استاذ فهد؟ لا قصير برضه. اللهم طولك يا روح، وانا كنت لازم يعني اقولك لو ما صحتش هنزل بلبسي ده؟ كنت هتنزلي كده؟ ده هدوء ما قبل العاصفة. ده لي الدكتور يا تاج عشان عايز اقعد، هقولك لازمتها ايه؟ سنديني. يوه مش كنت من شوية منفعش؟ خلاص يا تاج، عيل وبهجع في كلامي. العاش ولا كان اللي يقول عليك عيل يا فهد. تاج. ايوه تاج، مالك مصدوم ليه؟ وانا بقالي في غيبوبة قد ايه؟ بقالك في غيبوبة اسبوع. ما انا ليه حاسس ان انا بقالي 7 سنين مش 7 ايام؟ دي اتغيرتي قوي. ازاي؟ تقدر تقول حسيت بقيمتك؟ هو انا كنت حاسة بيها عامة، بس انت نبضك واقف يا فهد. حسيت للحظة انك هتروح مني وتسيبني، وساعتها بجد ما كنتش هقدر استحمل. مش هسيبك يا تاجي، مستحيل اسيبك. بتضحكي على ايه بقى؟ شكلك عجيب قوي بلبس المستشفى ده، متعود عليك دايما لابس بدله. والله شكلك يضحك، بقالي كتير اصلا ما ضحكتش. طب يا رب دايما. اسندك برضه؟ لا على فكره قادر همشي. يعني كنت بتستعبط؟ بصراحه وكنت بتستعبط ليه بقى يا استاذ؟ كنت عايزه اشوفك كنتي بتسمعي كلامي. بسمع كلامك ازاي؟ لما لبستي لبس واسع علشان تخرجي. الحكايه كده يعني، انا عملت كده عشان اخليك تغير، لان انا اكيد برضه مستحيل اخرج كده. وفي نفس الوقت انت عملت كده علشان تشوفني وانا بسمع الكلام. ما شاء الله، احنا الاتنين نيتنا زبالة. اقعد يا فهد اقعد. اقعد يعني مش هتسنديني؟ اسندك ليه، ما انت عارف تمشي زي الاهد اهو. اهي دي تاج اللي انا اعرفها كويس. هي معقول كل ده حصل يا تاج؟ اه والله كل ده حصل. فتخيل بقى ان بعد كل ده حسام هو اللي في الاخر اللي بقى مع مية، ومية ما بقتش طايقه لؤي. لا والله. ده طبعا انا كنتش عايشه في الفتره اللي احنا كنا فيها هنا. اصل هم اساسا لسه ماشيين من المستشفى امبارح. ما شاء الله، هم ماشيين من هنا وانت فوقت من هنا. صحيح يا تاج، هو ازاي اهلك سابوكي تباتي؟ وبالذات جاسم، يعني مش المفروض يبات معاكي على الاقل عشان نطمن عليكي؟ اللي انا فهمته ان انت كمان كنتي تعبانه. وانت ليه ما روحتيش معاهم؟ ليه فضلتي معاه؟ بقول لك انا مش فاضيه للجو الرومانسيه ده دلوقتي. خلينا نروح بس عشان نطمن على البت مية. اهي دي تاج اللي انا اعرفها. ايوه ما تتعودش على دلع امبارح ده. انت بس عشان كنت لسه فايق. ها ماشي اما نشوف. صحيح وانت متاكد من اللوكيشن اللي لؤي بعته ده؟ حاسه ان هو لوكيشن عجيب بصراحه. لا هو اطمني. ماشي هو. يا ابو لميس، وحشتني والله، وحشتني قوي. هانت، كل حاجه قربت، كل حاجه قربت قوي كمان يا لميس. اطمني. هو احلى فطار لعيون مية. بس تصدق يا حسام ما كنتش عارفه ان انت بتطبخ. مفكش غلطه بقى. فين ده مفيش غلطه؟ لا عادي، فيه غلطات كتير يعني. ولا انتي شايفه حاجه انا مش شايفها مثلا؟ شايفه ان انت حرفيا بالمعنى الحرفي مفكش اي غلط. طاهف يا مية، وانا حتى كنت بحلم ان انا عايش اللحظات دي معاكي. واديك بتعيش الايام دي معاها بس وهي على ذمتي. وهي على ذمتي يا حسام. انا مش قادر استوعب كل اللي بيحصل ده. مراتي قاعده بتحب غيري قدامي ومش طايقاني. لا ومش بس كده، دي كمان بتخاف تلمحني حتى. وطول ما انا معاها في نفس المكان مش بتبقى مطمنه. فكاني مش عارفها يعني يا مصطفى. لا واخد بالي كويس جدا، كويس جدا ان هي طول ما انا قاعد هنا هي مش مطمنه. ومجرد ما بمشي او حتى بتسمع خطواتي، كل ما خطواتي بتبعد بلاحظ قد ايه الفرحه بترجع تترسم على وشها. وبلاحظ قد ايه الفرحه بتكون دايما موجوده طول ما حسام جنبها. ومجرد ما يختفي كل ده بيتحول لقلق. وهيختفي ازاي؟ هو حسام بيسيبها اساسا؟ انا مش فاهم برضه، انت ايه اللي مزعلك؟ والعصير ده بطعم ايه؟
ليش في التلاجة والله. المهم انت بتحكي للشخص الغلط. انا مش فهد. فهد صاحبك في غيبوبة الله يرحمه ولا مش عارف ماله. انا صاحب حسام، يعني انا هقف في صف حسام. انت اللي حيوان. الله، انت بني ادم عجيب جدا. الله صحيح يا لؤي، انا طلب القرب منك. ايه، هتتجوز امي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. غبي زي اخته. اخته مين؟ هو انا عندي اخت؟ ده اصلا لا ما شاء الله احنا بنعلى بالليفل. يا ابني ليليان. مالها؟ غبية. ماشي ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلوا به غيرنا. مما ابتلى به غيرنا. انا مبتلي يعني؟ يا ابني انت حياتك كلها عبارة عن ابتلاء يعني. انت مش شايف اللي انت حاسه؟ لو انا بكلمك ليه؟ انت المفروض عدوي اساسا يعني. يخرب تخلفي. وايه الاشكال اللي انا عايش معاها دي؟ اجيب لكم 2 ليمون؟ لا في واحد. انا حاسه ان اللحظه دي مش غريبه عليا. مش غريبه عليكي فعلا يا مية. ده مصطفى اللي حكيت لك عنه، اللي كان بيعطي كل لحظاتنا زمان. الله ينور، هو ده. اهلا يا مصطفى. غريبه بقيتي طايقه الناس شويه يعني. امال اشمعنى مش طايقه جوزك؟ نعم، اشمعنى مش طايقه جوزك؟ طب اتلم يا مصطفى بدل ما اقوم المك. محدش قال لي ان انت جايه. بس سويت. عمو فهولة بنفسه. يا ريتني ما جيت على شهقة الملوخية دي. احلى من شهقة الملوخية والله. اسم الله علي اتحسد. الحمد لله على سلامتك يا تاج. اسكت يلا، مش كنت مقضية خناق معايا قبل ما امشي؟ ايه دلوقتي بقيت الحلوة؟ ولا هو عشان قدام فهد؟ لا ما تخافش، متكسر مش هيقدر يعمل لك حاجة. ايه ده عمو فهولة، انت متكسر فعلا؟ وانت ليه ماسك العكاز ده؟ والله قادر همشي عادي، بس هما بقى اللي مستشفى غريبة جدا. صحيح، هو انت ازاي يا تاج عملتي دوه ال100 راجل وجبتيه لحد هنا وجيتي؟ والله هو زي القرد جنبك اهو. بصي زي القرد، بصي شوية وهيطير في السما. الحمد لله على سلامتك يا تاج. الحمد لله على سلامتك يا فهد. الله يسلمك يا ليلي يا حبيبتي. ايه ده، هو انت غيرانة؟ لا لا ما تقلقيش. مقلقش؟ لا اقلق من ناحية قلق، فقلق قوي. لا ما تقلقيش. الحمد لله على سلامتكم يا جماعة. اي نعم محدش فيكم يعرفني غير تاج، يعني ممكن تكون عارفاني شوية بس تمام. اخيرا لقيتك يا ليليان. قلب عليكي الدنيا كلها. وانت تقلب عليا الدنيا ليه اساسا يا مصطفى؟ عايز مني ايه؟ سيبنا من الموضوع. عايز منك ايه دلوقتي؟ ما تعرفيش العصير ده بطعم ايه؟ لا يا اخويا ما اعرفش. روح اسال اللي جابه، انا مالي. مصطفى الشويتين دول مش عليا. قول اللي في ذوقك. جهزي نفسك بكره. نعم، جهزي نفسك بكره هنخرج. وانا اخرج معاك بتاع ايه؟ ما بخرجش مع ناس غريبة انا. لا والله بعد كل الصياح والهري وكل حاجة والكلام ده كله ببقيت غريب؟ يا حبيبي افهم، احنا ما بنتكلمش غير علشان اهزقك اساسا وامسح بكرامتك الارض. العش ولا كان اللي يمسح بكرامة مصطفى الارض، انت فاهمة؟ ومادام ما شايف نفسك قوي هتخرج مع بنت زي ليه؟ مالك مش فاهم؟ ما فيكيش غلطة؟ ما فيش غلطة. قصدي يعني بنت عادية فيها ايه؟ بتاع بنات يعني ومتعود. لا سوري، ما بخرجش مع واحد بتاع بنات. ليليان انا قلت اللي عندي. جهزي نفسك بكره على الساعة 5 كده. 5؟ خليها 7. الاجواء بتبقى احسن. على الساعة 7 تكوني جاهزة. تمام. انا قلت لك اللي عندي. جهزي نفسك وياكي تنسي. اقسم بالله لو اللي في دماغي، انا مش عارفه ساعتها ممكن يكون ردة فعلي ايه، بس هو عمال يلمح بقاله كتير. معقول فعلا يكون